ويلا نلم العيلة ونعمل أحلى فيلة تشيز ستيك ساندوتش وبربع كيلو لحمة بس. أول حاجة لازم اللحمة بتاعتي تكون ريب آي وهنقطعها رفيع قوي نفس تقطيع الشاورما بالظبط. أنا كنت مقطعها شرايح نفس تقطيع الاسكالوب بالظبط ومنقطعها عكس اتجاه اللحمة. بعد كده قطعت بصل وفلفل وطماطم، وفي بان نزلت بحتة زبدة وحطيت عليهم بصل وشوية ملح عشان يتكرمل. أول ما البصل يبقى كارملايزد بالشكل ده هشيله على جنب وأنا أنزل باللحمة وهتبلها بملح وفلفل بس. واللي هيقولي معلش أصل بحب أحط بهارات ورك الفرخة هقوله معلش خليها المرة دي ملح وفلفل بس. لما اللحمة تستوي هنزل عليها بالفلفل والطماطم اللي كنت مقطعاهم، وحط أي نوع جبنة انتوا بتحبوه. أنا حطيت جودة وفلامنكو وموتزاريلا. وبعد كده رجعت البصل الكارملايزد اللي أنا عملته على جنب كده عشان ما يتحرقش مني. وفي بان تانية جبت حتة زبدة وحمصت فيها العيش اللي أنا هحط فيه الستيك بتاعي. ممكن نستخدم أي نوع كايزر أو فينو أو باجيت أو فوكاشيا. وبكده بقى عندنا أحلى فيلة تشيز ستيك ساندوتش. طعمه يا جماعة خطير والله، أحلى من المطاعم وبطريقة أسهل من السهولة وطعمه يامي قوي.